قصة النهاردة واحدة من أغرب وأعجب فصول التاريخ. قصة ناس اتولدوا عبيد بس التاريخ سماهم سلاطين. تخيل كده، عبيد جم من مكان بعيد جدا واتباعوا في أسواق النخاسة كأنهم سلع وملهمش قيمة غير في عيون الناس اللي بتشتريهم. لكن العبيد دول بقوا سادة مصر وحكامها، وعملوا دولة هزمت المغول وقهرت الصليبيين، وبقت واحدة من أكبر الدول في تاريخ العالم الإسلامي. إزاي ده حصل؟ وإزاي قصتهم انتهت؟ اسمع معايا حكاية المماليك. أصل كلمة مماليك جاي من كلمة مملوك، يعني بالبلدي كده عام. والنظام ده ما كانش اختراع مصر ولا حاجة، ده كان نظام موجود أيام العباسيين. لكن في مصر النظام ده أخد شكل تاني خالص. المماليك كانوا بيتجابوا صغار من بلاد بعيدة عن مصر علشان يتأكدوا إن هم ملهمش أي روابط مع أي عائلات أو أي قبائل موجودة في مصر، ومعظمهم بيبقى بين الطبقات أو القوقاز، سواء شرقس أو جورجيين أو أرمن، وساعات كده بتبقى من وسط آسيا. الأطفال دول كانوا بيتخطفوا أو بيتباعوا في سوق النخاسة، والتجار كانوا بيدوهم لمصر، وهناك بيتسجلوا كمماليك تابعين للسلطان أو للأمراء. بس السؤال هنا، ليه المماليك بالذات؟ الفكرة هنا إن السلطان أو الأمير مش محتاج أي جنود عندهم انتماءات خاصة، لأن الجندي الحر بالنسبة ليهم ممكن يخون أو ينقلب عليهم. لكن الشخص المملوك ملوش أصل هنا وما يعرفش غير سيده، وحياته كلها تدريب عسكري وطاعة. علشان كده كانوا بيتربوا في معسكرات أشبه بالمدارس العسكرية، يتعلموا فيها ركوب الخيل وفنون المبارزة والرماية والانضباط. والأهم من ده كله إن هما بيتعلموا إن حياتهم مرتبطة بولاء أعمى للي جابهم ورباهم. الأيوبيين كانوا أول ناس دخلوا المماليك بقوة في مصر، والسلطان الملك الصالح أيوب ابن صلاح الدين الأيوبي كان أكتر واحد اعتمد عليهم. حتى إن المماليك اللي اتربوا عنده اتعرفوا باسم المماليك الصالحية. والملك الصالح هنا كان شايف إن هم القوة الوحيدة اللي تقدر تحميه من أمراء الأيوبيين. وساعتها المماليك هنا ما بقوش مجرد جنود، دول بقوا حرس شخصي وعماد الجيش نفسه. ومع مرور الوقت بدأوا ياخدوا مناصب وبقى عندهم نفوذ داخل الدولة نفسها. ومن هنا نروح على سنة 1249، لأن الملك لويس التاسع ملك فرنسا قرر يعمل حملة صليبية على مصر، لأن وقتها مصر كانت تعتبر قلب العالم الإسلامي. وكانت الحملات اللي قبل دي على مصر والقدس دايما بتفشل. لما الأساطيل الصليبية بدأت توصل على مصر واستقرت على سواحل دمياط، السلطان الملك الصالح أيوب كان مريض جدا وما قدرش يقود المعركة ضده. الجيش كان في حالة لخبطة والقيادات ضعفت جدا، والمدينة وقعت بسرعة بشكل هم نفسهم ما كانوش متوقعينه. وساعتها أوروبا اعتبرت سقوط دمياط نصر إلهي، وإن مصر هتتفتح بعدها بسهولة جدا. لكن اللي محدش يعمل حسابه كانوا المماليك. في الوقت ده كان السلطان الملك الصالح اتوفى في عز الحملة الصليبية، ومصر كان ممكن تنهار تماما. لكن زوجته شجرة الدر خبت خبر وفاته واتفقت مع قادة المماليك الصالحية. وهنا بدأت القصة تتغير. المماليك بقوا هم العمود الفقري للجيش نفسه، وبقيادة الأمير فخر الدين يوسف وبعده المملوك بيبرس البندقداري بدأوا يحاصروا الصليبيين ويقطعوا إمداداتهم. والمعركة الحاسمة كانت في المنصورة سنة 1250. الصليبيين حاولوا يقتحموا المدينة، لكن المماليك فتحوا لهم أبواب المدينة، وأول ما دخلوا وقعوا في كمين المماليك. شوارع المدينة الضيقة بقت ساحة معركة، والمماليك دخلوا عليهم من كل حتة. آلاف الجنود منهم ماتوا والباقي هرب. والأعظم من ده كله بقى إن الملك لويس التاسع اتأسر واتاخد في شوال على القاهرة، وبعديها اتفدى بفلوس كتيرة جدا ورجع على بلاده مقهور. وانتهت الحملة السابعة بإنها كارثة على الأوروبيين ونعمة كبيرة جدا على المماليك، لأنهم بقوا الأبطال اللي أنقذوا البلد. وهنا بدأ نفوذ المماليك يزيد لدرجة إن هم بعد شهور قليلة بقوا حكام البلد الفعليين. بعد ما المماليك استقروا في الحكم، خصوصا مع سلاطين المماليك البحرية زي الظاهر بيبرس والمنصور قلاوون وبعديهم الناصر محمد بن قلاوون، مصر دخلت فترة تعتبر من أزهى عصورها في العصور الوسطى. وده ينقلنا لأول حدث مهم بعد ما مسكوا الحكم في مصر. بعد ما المغول أسقطوا بغداد سنة 1258 وأسقطوا الخلافة العباسية واتجهوا زي الطوفان ناحية الشام، العالم الإسلامي كان مرعوب. لكن بعد سنتين في سنة 1260 المماليك بقيادة سيف الدين قطز والمساعد بتاعه الظاهر بيبرس وقفوا لهم في عين جالوت بفلسطين. وفي الحقيقة المعركة دي كانت فاصلة جدا في التاريخ كله، لأنه لأول مرة في تاريخهم المغول تنهزم. وده طبعا خلى المماليك هم الأبطال اللي أنقذوا الإسلام من الزمان. بس الموضوع ما خلصش هنا. بعد المعركة قطز قرر يرجع القاهرة، وفي الطريق وعند منطقة القصير حصل اللي ما كانش حد متوقعه. قطز كان راكب الحصان بتاعه وواقف وسط القادة بتوعه،
وفجأة مجموعة من أمراء المماليك قربوا منه وعلى راسهم كان بيبرس. الأمراء لفوا حوالين قطز كأنهم رايحين يكلموه، وفجأة سيوفهم نزلت عليه. قطز في الحقيقة كان بيحاول يقاوم، لكن ضربات السيوف كانت أسرع منه، وآخر كلمة قالها قطز كانت وإسلاما، هي نفس الكلمة اللي كان بيشجع بها الجنود بتوعه ضد المغول. في الحقيقة المشهد ده دايما بيتوصف كخيانة، لكن في نفس الوقت بعض المؤرخين شايفين إن بيبرس كان عنده طموح سياسي كبير، وإن موت قطز كان بداية العصر الذهبي للمماليك. الظاهر بيبرس بعدها أسس دولة قوية جدا، ودعم العلماء والمشايخ، وكمان رجع الخلافة العباسية للقاهرة بشكل رمزي. ومصر والشام بقوا معقل الدفاع عن العالم الإسلامي ضد الصليبيين، والمماليك هم اللي طردوا آخر الحملات الصليبية من عكا سنة 1291. القاهرة في الوقت ده بقت عاصمة العالم الإسلامي، من مساجد ومدارس وتجارة بتوصل من الهند لحد البحر الأبيض المتوسط، وقوافل تجارية بتعدي كل يوم من مصر. بعد ما دولة المماليك وصلت لقمة مجدها في عهد الظاهر بيبرس ومنصور قلاوون وأحفاده، بدأت عجلة الزمن تدور في اتجاه مختلف تاني. الجيش اللي كان زمان مصدر قوة وهيبة وهزم المغول والصليبيين بقى مع مرور الوقت مصدر ضعف. حتى المماليك الجداد ما بقوش بنفس قوة وإخلاص أجدادهم، وبقى في صراعات داخلية كتير جدا على الحكم، والسلطنة نفسها بقت زي غنيمة بيتخانقوا عليها. في القرن ال 14 وبداية القرن ال 15 الطاعون الأسود ضرب مصر والشام بقوة شديدة، ومات عدد كبير جدا من الناس، بينهم جنود وعساكر وإداريين. والاقتصاد بدأ ينهار والضرايب زادت والشعب بدأ يتقلب. وطبعا مع ضعف الداخل القوى الخارجية استغلت الفرصة. البرتغاليين قطعوا طرق التجارة في البحر الأحمر ومحيط الهند، فالمماليك خسروا أهم مصدر دخل ليهم اللي هي تجارة التوابل. وفي نفس الوقت العثمانيين في الشمال كانوا بيتمددوا بسرعة كبيرة جدا، والمماليك حاولوا يظهروا قوتهم قدام العثمانيين اللي هي لسه قوة جديدة، وحصل ما بينهم معارك كتير. بس الأشهر اللي قسمت ظهر المماليك كانت معركة مرج ضابق سنة 1516 بقيادة السلطان منصور الغوري. في الحقيقة الجيش المملوكي كان كبير جدا، بس الخيانة لعبت دور مهم جدا في المعركة دي، خصوصا من خير بيك اللي انضم للعثمانيين. والنتيجة كانت هزيمة وانسحاب المماليك من الشام كله. وبعديها بسنة واحدة بس جه الدور على مصر. السلطان طومان باي حاول يقاوم في معركة الردنية سنة 1517 عند ضواحي القاهرة، والسلطان سليم الأول هزمهم وقتل آخر سلاطينهم طومان باي، واللي بدوره اتعلق على باب زويلة. وبكده تكون انتهت دولة المماليك بعد حوالي 250 سنة من القوة والعظمة. لكن في الحقيقة رغم سقوطهم المماليك ما اختفوش من التاريخ، بالعكس فضلوا جزء من النظام العثماني كقادة وإداريين، وفضلوا متحكمين في البلد لحد ما جه محمد علي في القرن ال 19 وعمل المذبحة الشهيرة اللي قضت عليهم فعليا. وهكذا يا صديقي اصدرت الستارة على واحدة من أعظم دول العصور الوسطى. المماليك اللي بدأوا كعبيد وجنود غرباء اتحولوا لملوك وسلاطين وسيطروا على مصر والشام، وكتبوا صفحات من المجد والانتصارات. سدوا التتار في عين جالوت، وكسروا الصليبيين، وبنوا القاهرة علشان تكون جوهرة الدنيا. لكن زي أي قوة عظمى، الغرور والصراعات والظروف القاسية كلها اتجمعت علشان تهد الأساس اللي الدولة اتبنت عليه. ومع دخول العثمانيين القاهرة انتهى حكم المماليك كدولة مستقلة، لكن ما انتهوش كأثر. لحد النهارده وانت ماشي في شوارع القاهرة او بتبص على القلاع بتاعتهم او المساجد او الطرق اللي بنوها، بتحس ان روحهم لسه عايشة فيها. المماليك ممكن يكونوا سقطوا كدولة، لكن فضلوا موجودين في التاريخ كرمز القوة غير متوقعة، بدأت من العبودية وفي الآخر وصلوا للعرش. وبكده يا صديقي نكون وصلنا لآخر الحلقة. ما تنساش تعملي سبسكرايب وتضغط لايك وتقول لي رأيك في الكومنتات. سلام.